معروفة طبعا العيد يعني مكنة البسكوت والمنقاش، وده بقى طريقة بسكوت المكنة. مقاديري أو إضافاتي مختلفة شوية عن أي طريقة شفتوها أو تعرفوها، ممكن تستغربوا منها شوية بس النتيجة واضحة قدامكم طبعا في الفيديو. الأفضل نستخدم ميزان علشان المقادير تطلع معانا مظبوطة. استخدمت 400 جرام من السكر البودر، عايرتهم طلعوا 3 كوبايات معيارية ونص. ضفت على السكر 500 جرام من السمنة، وبالأكواب المعيارية عملوا معايا كوباية مكبوسة بس ممسوحة، والكوباية التانية مكبوسة بس هرمية شوية، وكل ده بدرجة حرارة المكان. نخفق السمنة مع السكر بالمضرب الكهربي كويس جدا لحد ما يتحول لقوام كريمي. أهم حاجة في نواعم العيد أو في أي حاجة عموما إن احنا نخدم الشغل كويس جدا. لو مفيش مضرب كهربي ممكن مضرب يدوي سلك يكون قوي بس هياخد مننا وقت شوية، أو بكف الإيد كده ونفضل نرب في السمنة مع السكر لحد ما يتحول للقوام الكريمي. ضفت بعد كده رشة ملح، وهنستخدم 3 بيضات بدرجة حرارة المكان برضو. ضفت أول بيضة وخفقتها لحد ما اختفت، نزلت بتاني بيضة وبعدين تالت بيضة، وأكيد مننساش الفانيليا. أنا ضفت كام قطرة كده من الفانيليا السايلة وباك واحد من الفانيليا الباودر وخفقتهم برضو مع بعض. ضفت بعد كده البشر الخارجي لثمرة واحدة بس من البرتقان، وكمان ربع كوباية من عصير البرتقان المعصور يدوي، معلقتين كبار ممسوحين من جوز الهند الناعم، ومعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. وخفقت المكونات مع بعض. ربع كوباية من اللبن الحليب الدافي، ورشة بسيطة خالص على طرف المعلقة زي ما شفتوا كده من النشادر. دوبت النشادر في اللبن وبدأ يعمل كده فوران. ضفته بقى على الخليط واديته برضو خفقة كده سريعة بالمضرب. معلقة بقى أو سباتولا أو أي حاجة، ونقلب كل المكونات علشان في حاجات كده بتبقى راكنة في جوانب الطبق. اخر حاجة في الاضافات بتكون الدقيق، ولازم يكون مخصص للكحك والبسكوت. المقدار ده بياخد كيلو وربع من الدقيق. استخدمت في البداية كيلو واحد بس من الدقيق، ولازم ننخله طبعا. ضفت الكيلو وقلبت كده بالايد، ممنوع العجن، يدوب بس بنشرب الدقيق كده بالمواد اللي احنا خلطناها في الاول. لو لقيت العجينة لسه ملزقة شوية بزود الربع كيلو، بس بزوده بالتدريج. بأكد تاني، ربع كيلو دقيق نزوده بالتدريج. العجينة مش عايزينها تكون قاسية، العجينة لينة وطرية وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد. هنسيبها شوية هنلاقيها بقت متماسكة. خدوا بالكم مقدار الدقيق ما يزيدش عن كيلو وربع. بنغطي العجينة في كيس تلاجة ونبتدي ناخد بقى منها قطعة بقطعة، ونحطها في مكنة البسكوت ونشكل بقى بالوش اللي انتوا حابينه. بس تقريبا ده اكتر شكل الناس متفقة عليه في بسكوت العيد، الشكل اللي بيكون مخرفش ده. بعد ما برصص بقى كل الكمية اللي انا عملتها في الصاجات او في الصواني بتاعتي، ببتدي بقى اسويها كده من الطرف يعني علشان يكون شكلها منظم، وتكون قدر الامكان كل البسكوتات نفس المقاس. التسوية طبعا بيكون الفرن ساخن رف اوسط، النار بتكون هادية، يعني البسكوت بيستوي على نار هادية خالص علشان ياخد القرمشة المطلوبة وياخد كمان التسوية المظبوطة. لما بياخد اللون الذهبي الجميل القمر ده بنخرجه وهو لسه في الصينية سخن. بنحاول نحركه كده بالراحة خالص علشان ما يتكسرش، علشان بيكون لازق في الصينية فيطلع منها بسهولة. ودي كانت طريقتي ومقاديري، وعارفة ان ممكن كتير يعترضوا ويقولوا لي بسكويت النشادر غير بسكويت البرتقال غير بسكويت جوز الهند غير بسكويت الفانيليا، ويعني الآراء هتختلف، بس طبعا انا ضفت كله والنتيجة واضحة قدامكم. بسكوتة خفيفة والريحة طبعا والطعم والقرمشة اخر لذاذة، وبتفري كده وبتدوب، وحاجة قمر من الاخر. الإضافة البسيطة للبرتقال مش بتكون طاغية قوي ان هي تغطي على الطعم الحلو للبسكوتة. جربوا الطريقة دي واحكموا بنفسكم.